طبعا اليوم أودعنا نحن كقضاة حاصلين على أحكام من المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ أوامر العزل. أودعنا 37 شكاية ضد وزيرة العدل من أجل عدم تنفيذ قرارات من له النظر. موضوع الفصل 315 من المجلة الجزائية. نحن بإيداعنا للشكاية حبينا نقولوا أن وزيرة العدل أنك لا تزالين ترتكبين جريمة فصل 315 وهي جريمة مستمرة وأنت تتلبسين بها، وسوء النية في هذه الجريمة واضح وبين. أنت على علم بدون شك بصدور هذه الأحكام، وتم إعلامك من قبل المحكمة الإدارية، تم إعلامك بواسطة عدل التنفيذ من قبل كل القضاة 49. قمنا كذلك بمحاولة تنفيذ هذا الحكم لدى مصالحك الإدارية، لكنك لم تنفذي هذه الأحكام، بل قمت على العكس من ذلك بتنفيذ قضايا صدرت في هذه الأحكام. وهذا كل ينطوي على سوء نية منك، وينطوي على رغبة في تعطيل الأحكام القضائية وفي تشفي والتنكيل للقضاة، وهذا نحن لن نسكت عنه. قدمنا شكاية، ننتظر تعامل النيابة العمومية، ننتظر تعامل القضاء من هذا، ولو أنه نعرف أنه القضاء اليوم تحت سلطة وزيرة العدل، والقضاة اليوم تحت الرعب وتحت التخويف وتحت الابتزاز وتحت الترهيب، لكننا نضع اليوم كل القضاة أمام مسؤولياتهم في التعامل الجدي مع هذه الشكايات. نحن استوضحنا في حقوقنا وأعراضنا وأموالنا، ما نجموش نسكتوا على حاجة كيف هناك. والدولة يجب أن يسهر عليها من يحترم الناس ويحترم حقوق الناس وأن يحترموا القانون وأحكام القضاء. المسألة هذه ما لا يمكن أن تمر، وهي فضيحة لا تقبل، لكننا اليوم في تونس أصبحنا نقبل بكل شيء، وهذا أمر مؤسف. ماضون في تصدينا لهذا التعسف وهذا الظلم، ولن نتوقف مهما كلفنا ذلك، وهذه قضيتنا ما نتنازلش عليها.